أعجبتني فأردت مشاركتها معكم. قصة المقاوم. كان يقيم وحيدا في غرفة ضيقة بالإيجار بفندق بحي قديم بالمدينة العتيقة، يرتدي ثيابا بالية وعتيقة رثة لفقره، لكنه ذا عفة وكرامة. والعجوز وجهه أكثر تجعدا من جيل الأمس الذي كافح لنيل الاستقلال. أقعدته حادثة منذ شبابه، وبقي يعاني من مرارة عاهته إلى اليوم. لا يستطيع المشي على قدميه بدون عصاها الغليظة التي يتكئ عليها، وغالبا ما يجد راحته في ذلك الكرسي المهترئ والمتحرك بعجلاته السوداء المنتفخة. كان شباب الحي يعتقدون بأن العجوز متسول ويعيش على حسنات وصدقات ضيوفه من الوجهاء والذين نادرا ما يزورونه. وفي لحظة الوداع وهو ممدد على سريره شرد برهة وبدأ يسترجع ذكريات الماضي الغابر. ركب في الصباح طائرة صغيرة وحلقت به في السماء المطار الدولي بطنجة. كان قد أتم شطر التعليم الثانوي بنجاح وحصل على شهادة البكالوريا بامتياز. كان أبوه تاجر وغني، فقرر إرساله للدراسة بالخارج، وحطت الطائرة بسلام بعد مدة وجيزة بمطار جبل طارق. ذهب إلى الفندق، نظر من نافذة غرفتي إلى الشارع الرئيسي، وقبل العصر التقى أحمد بالصدفة بالأستاذ المناضل عبد العزيز. كان جالسا بصالون الفندق، سلم عليه سلاما حارا وأخبره بأنه مقيم حاليا في نفس الفندق، وسيسافر خلال أيام صباحا على متن الباخرة البريطانية المتوجهة إلى مدينة بورسعيد المصرية. وكعضو في جمعية الطالب بمدينته، فقد التقى أحمد مرارا بالمناضل عبد العزيز، وخاصة في بعض المناسبات. كان يشجعهم على الاجتهاد والتفاني في التحصيل الدراسي، ويزرع فيهم روح القيم الوطنية النبيلة. وقد حكى له قصة هروبه من كمين نصب له عناصر من أجهزة المخابرات الفرنسية لاعتقاله، لكن بمساعدة صهره ضابط صف بالقوات البحرية الأمريكية تمكن من الفرار إلى مدينة تطوان، والتي كانت تحت الحماية الإسبانية. وقال له وهو يضحك أنه لبس جلبابا وغطى وجهه باللثام، فأصبح شبيها بالنساء. في حين اتصل بعض الإخوة بصهره فنقله بسيارته واجتاز الحاجز الجمركي بسلام، بعد أن قدم للحراس قنينة شراب من النبيذ الأحمر الفاخر. وبقي أحمد مع الأستاذ عبد العزيز في الفندق بضعة أيام، وعلم منه أنه زعيم خلية من الفدائيين تعمل بشتى الوسائل لتحقيق الاستقلال. ولحسن حظ أحمد فقد كان مسافرا على متن نفس الباخرة، وكان بصحبة الأستاذ المناضل عبد العزيز شخص جزائري يدعى قدور، وهو لاجئ جزائري بمدينة طنجة الدولية. وقدور هو مناضل جزائري كان يحمل بطاقة تعريف شخصية مزورة، واسمه الحقيقي هو عيسى. كان مناضلا صادقا في وطنيته، فإخوانه المناضلون أغلبهم اعتقلوا، وكانت السلطات الاستعمارية الفرنسية أصدرت الأمر بالقبض عليه لتميزه بنشاطه في المنظمة الشبه العسكرية التابعة لحزبه الوطني، والذي كان عضوا نافذا ومسؤولا فيه. كان هروبه سريعا وعاديا نحو شمال المغرب. كان نشيطا في مدينة طنجة، كثير التعرف على الناس وخاصة المناضلين منهم. في صباح يوم مشمس ركب الثلاثة الباخرة. كان الأستاذ عبد العزيز في الدرجة الأولى، والفتى أحمد والجزائري قدور في الدرجة الثانية. عندما وصلت السفينة إلى جزيرة مالطا ورست في ميناء فاليتا عاصمتها، صعد الباخرة 4 ضباط من الجيش الفرنسي، وأثناء تناول الثلاثة الوجبة الغداء بقاعة المطعم
ألقوا القبض على المناضل عبد العزيز وكذلك مرافقه قدور، وفي جو هادئ غادروا المكان داخل سيارة سوداء. امتقع وجه أحمد فذرفت عيناه لأنه لم يكن يتصور وقوع ذلك. لمح الشاب كتابا محطوطا على المائدة لم يفارق يد المناضل عبد العزيز طيلة رحلته، وكأنه تعمد نسيانه وتركه له. فأخذه أحمد وبدأ يتفحص أوراقه، ووجد به ورقة بيضاء صغيرة توسطته دون عليها عنوان شقة بأحد العمارات السكنية بمصر. وفي ميناء بورسعيد نزل الشاب على رصيفه محملا بحقائبه، واستوقفه البوليس المصري فأقنعهم بأنه طالب مغربي جاء من بلده مغتربا للدراسة بكلية الحقوق بالقاهرة، فسمحوا له بالمرور. وقبل ذهابه إلى الجامعة توجه إلى العنوان المذكور في الورقة، فوجد الشقة في إحدى العمارات وسط القاهرة. طرق الباب ففتح له شخص واستقبله ببشاشة، فسأله أحمد هل يعرف الأستاذ عبد العزيز؟ فأجابه بلكنة تونسية أو جزائرية نعم، فهذا مكتب المغرب العربي. فحكى له أحمد عن ما جرى للمناضل ولصديقه وقدم له الكتاب، ثم سأله ذلك الشخص وهو موظف بالمكتب عن أحواله وسبب قدومه إلى مصر. رافقه إلى رئيس المكتب وهو زعيم سياسي مرموق وجليل يحبونه محبة فائقة، له جاذبية غريبة لا يخالفون له أمرا. تميز برجاحة عقله وحضور بديهته في السياسة، وبالصدفة علم أن أجداد أحمد ينتمون إلى نفس قبيلة الرئيس. وقال له الرئيس أن المناضل عبد العزيز في السجن الآن وقد حكم عليه بالإعدام، ونحن على اتصال دائم به وسنعمل على مساعدته على الهروب. وزميله المناضل عيسى حاول الانتحار بابتلاع السم الذي كان في جيبه، لكن الأطباء الفرنسيين غسلوا معدته وهو حي يرقد بالمستشفى. الكتاب يحمل رسالة مشفرة تتضمن معلومات تخبر بأن الأمور على ما يرام في المغرب، لذلك فنحن نجهز لثورة تحريرية شاملة في منطقة المغرب العربي. كان المكتب قد قرر أن يرسل مجموعة من الطلاب في بعثة سرية إلى الكلية العسكرية بالعراق، وطلب منه رئيسه الانضمام إلى أعضاء هذه البعثة لأن الوطن بحاجة إلى أمثاله. فوافق أحمد بدون تردد، وسافر مع 6 طلاب آخرين على متن طائرة عراقية إلى بغداد، والتحقوا بالكلية العسكرية. دامت الدراسة مدة 3 سنوات، تلقى فيها أحمد تدريبات ميدانية مكثفة وشاقة، وتخرج منها ضابطا، وكان ترتيبه الأول على الدفعة، وتخصص في سلاح المدفعية. عاد بالطائرة مجددا إلى القاهرة وهو يحمل جوازا سفر عراقي، والتقى مجددا برئيس لجنة تحرير المغرب العربي، وفي منزله أدى قسم الولاء والإخلاص للوطن. أقسم بالله أن أخدم المغرب والعروبة والإسلام بالإخلاص. وكلفه المكتب بمهمة إعداد وتدريب المتطوعين في جيش التحرير المغربي. وصل الضابط أحمد إلى مطار طنجة الدولي وهو يحمل جواز سفر تاجر عراقي. دخل إلى المدينة القديمة بطنجة وأخذ يسأل عن مقهى السيد عبد الحميد. كان رواد المقهى جلهم من الأجانب والإيطاليين خاصة. وليقابل السيد عبد الحميد جلس يرتجف فنجان قهوة يدردش قليلا مع بعض الإيطاليين الذي كان حديثهم الصاخب يعلو ليصل إلى مسامعه. تعلم اللغة الإيطالية في حداثة سنه وتحدث بها بطلاقة. قابل أحمد عبد الحميد وتناول في بيته القديم مأدبة الغداء، وبعد العصر تجولا في شوارع المدينة الضيقة. أخبر عبد الحميد الضابط أحمد أن التعليمات تقتضي أن يرحل إلى تطوان مدينته ويزور عائلته، وفي ضواحي المدينة هناك سيجد في أحد البساتين معسكرا صغيرا لتدريب المتطوعين. بعد لقائه الحار بالأسرة واستمتاعه بجوها الدافئ،
قصد أحمد المزرعة وتعرف فيها على 40 متطوعا، قام بتدريبهم مدة 3 أشهر تدريبا عسكريا. وكان هذا الفصيل مشتلا لتأطير عدة فصائل وعدة سرايا وعدة أفواج وكتائب بجيش التحرير. وتارة كان أحمد يجمع أفراد الفصيل حول سبورة سوداء ليشرح لهم دروسا نظرية في حرب العصابات، خاصة بالقتال القريب أثناء الالتحام مع العدو. وكان يقول لهم: حرب العصابات ليست نزهة لقنص الوحيش من الطيور والأرانب. وكان يخطب فيهم ليستنهض هممهم. قام بعض المناضلين بجمع المال لشراء الأسلحة والذخيرة، ولأنه يجيد اللغة الإيطالية فقد تفاوض مع بعض تجار الأسلحة الإيطاليين لإمدادهم بالأسلحة النارية. كان الوطنيون يمتلكون إرادة قتالية قوية، وكان عليه الاهتمام بتنظيم جيش التحرير تنظيما سريا محكما. فكان ينتقل مع المقاومين من قرية إلى قرية لمباشرة أعمال تنظيمية، وهم يحملون أسماء مستعارة هي المعتمدة في الاتصال، فهي بمثابة كلمة السر وكلمة المرور. كان البوليس الفرنسي يبحث عنهم ويطاردهم في كل مكان، ومن يقع في قبضته كما هو معروف أثناء الاستنطاق يلقى أشد أنواع التعذيب. كان عليه أن يمشي مسافات طويلة مع مرافقه ويجتاز جبال الريف بعبور مسالكه وطرقاته. كان معهم حمار يحمل أغراضهم وما يحتاجون من طعام. كان اسم مرافقه عبد الله، لا يتكلم ولا يسأل. وفي أحد الأيام قال عبد الله لأحمد بأن جده قتل جنديا إسبانيا كان يستحم عاريا بقرب بئر من نواحي قريته، ويقال أنه كان سببا في اندلاع حرب الريف الأولى. وحكى له أيضا عن أبيه الذي تطوع للخدمة مع المجاهدين الريفيين خلال فترة الحرب الريف الثانية، وقد حارب ببسالة وتلقى تنويها من قائده عندما أسقط ببندقيته طائرة عسكرية للعدو. وعند نهاية الحرب أصيب بالعمى بسبب قنبلة من الغاز المسموم ألقتها الطائرة على قريته. كان عبد الله لا زال طفلا، ومرت عائلته بساعات عصيبة عرفت فيها العطش والجوع والفقر، وكان الموت والفناء يهددها من كل جانب. ولكن ثمة قوة خفية تجعل العائلة تتشبث بالبقاء على قيد الحياة. وظل ينتقل من قرية إلى أخرى ومن كوخ إلى آخر، يتصل بالمتطوعين والمقاومين ويقوم بتنظيمهم وتدريبهم ويجهزهم معنويا لخوض حرب تحريرية وشيكة. وأخيرا عبر حدود الشمال وتنقل بين مداشر الجنوب، وكان ينام رفيقه في الأكواخ وبساتين النخيل والأشجار المثمرة. وثارة كان أحمد يصادف مع رفيقه بعض الذئاب والنمور الجائعة وبعض الكلاب الشرسة والتي تنبح كثيرا عند مشاهدته. وبإحدى القرى النائية بجنوب كانت منطقة عزلاء، وأثناء إعداده لفرقة أخرى من المتطوعين البواسل وبينما هو نائم بأحد الأكواخ الطينية وجد نفسه محاصر من كل ناحية. جنود المستعمر الفرنسي نزلوا بخفة من شاحنات مصفحة كبيرة، ومن خلف النوافذ تراءت له خوذاتهم الخضراء البنادق والرشاشات بأيديهم، وشرعوا بتفتيش القرية. وحدث تبادل إطلاق النار بين المجاهدين والجنود. غمرت الضوضاء المكان بجانب الكوخ. حاول أحمد الهرب من أحد النوافذ، لكن أصابت قدمه اليسرى رصاصة أطلقها قناص من على سطح أحد الأكواخ القريبة، فوقع أحمد بالأسر وعولج بالمستشفى العسكري. وكان استنطاقه صعبا وعنيفا ومخالفا لحقوق الإنسان، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الفرنسية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى المؤبد ونقل إلى السجن بفرنسا. ثم بعد الاستقلال بمدة طويلة أطلق سراحه بعد تدخل الدولة المغربية. لم يستطع أن يحصل على وظيفة، كان يحصل على تعويض مالي زهيد بصفته مقاوم لا يكفيه للإنفاق على بيته وطعامه.
لكنه كان يقوم ببعض الأنشطة الموازية، كأن يكتب لأصدقائه السياسيين المقربون مقالات نارية في مختلف المجالات والمواضيع التي تخص بلده ووحدة شعبه، ينشرونها بأسمائهم، وينال هو قسط وفير من المال يؤمن به وجبات الغذائية الأساسية ويسد به حرمانه. وكانت هناك شائعة يروجها الجيران والأقارب بين الناس حول المقاوم أحمد بأنه ذات يوم كتب بحث الدكتوراه في مادة التاريخ عن حقبة الاستعمار الفرنسي والإسباني للمملكة الشريفة لابن أحد أصدقائه من طائفة التجار البرجوازيين. كان هذا البرجوازي من القلة القليلة داخل الحزب الحاكم، له امتيازات خاصة فريدة وغير محدودة، كان مركزا للقوة والنفوذ وشخصيته كومة من العقد. يقال أنه عاش طفولة معذبة ومراهقة صعبة، ونال الابن المدلل شهادة الدكتوراه بامتياز. هكذا كان كل شيء في بلده عبثا، فأوضاع بلاده كانت مختلفة، ونظام الحكم السائد يحتكر الحياة السياسية. وكان فئة من ضباط الصف من مخلفات المستعمر الفرنسي تمتلك أجهزة القهر والقمع وتسيطر على وسائل الدولة الإعلامية من أجل تمجيد شخصية النظام وتحويل إخفاقاتها إلى نجاح. كان نظام الحكم غير ديمقراطي، والمجتمع ينعدم فيه العدل والحريات للمواطنين. كانت تعم في بعض الأحيان الفوضى والاضطرابات، لا مكان للمعارضين إلا في الظلمتين، ظلمة المعتقلات السرية أو ظلمة القبور. لكن بعد الانقلابات الفاشلة بدأت الأوضاع تتبدل وتتحسن. خلال هذه الفترة العصيبة بدأت الأفكار الماركسية تتجذر عميقا في البيئة الشعبية. الطلبة والعمال هم أغلب فئة تبنت أفكارا اشتراكية، وخاضت صراعا مريرا ضد السلطة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي ساعة متأخرة من ليل أحد أيام فصل الربيع طرق باب منزل المقاوم أحمد رجل يرتدي ملابس أنيقة يحمل حقيبة سوداء كان في هندامه يشبه إلى حد كبير ملابس لينين. كان هذا الشخص هو المناضل عبد العزيز، لقد عاد إلى وطنه بعد مدة قضاها متنقلا بين دول أوروبا، ونال عبد العزيز خلالها إجازة في القانون العام من جامعة باريس، ودرس الماركسية دراسة عميقة ومتشعبة، وقد آمن بأفكار لينين الثورية. أسس هو بعض الرفاق المقاومين منظمة يسارية ثورية. جلس الاثنان على الكنبة في غرفة الضيوف، وأشعل غليونه وشرع في التدخين. كانت الدهشة بادية على وجه المقاوم أحمد. بادر إلى ذهنه أن تغيرا واضحا حصل في شخصية الرجل، لقد أصبح قياديا سياسيا مسؤولا يسير ويدير تنظيم اشتراكي ثوري قاعدته عريضة في المجتمع، سيجر البلاد إلى حرب أهلية طاحنة. طلب منه عبد العزيز إعداد خطة لتدريب ثواره على حرب العصابات للقيام بثورة مسلحة ضد الحكومة البرجوازية الرجعية إذا اقتضت الضرورة ذلك، على غرار ثورة شيكيفارا وفيديل كاسترو المجيدة في كوبا. كان شعارهم الخبز لكل جائع، وكان هو ضمن الجائعين، ومع ذلك رفض بشدة. خرج عبد العزيز من منزله ولم يراه مجددا، وعلم أن مجموعته دخلت إلى السجن. تعرض عبد العزيز للاغتيال، ظل قبره مجهولا إلى الآن. تذكر رفيقه في الطريق عبد الله لقد زاره مرة واحدة بعد الاستقلال، لكن أخباره كانت تصله باستمرار. عاد إلى مسقط رأسه ومسكن والديه، وعاش وحيدا في بيت طيني على مشارف قريته، وظل يزرع أرضه ويرعى غنمه. يقال أن زوجته توفيت في ظروف غامضة وتركته وحيدا، فعاش وفيا لذكرياته معها. كان غريب الأطوار ومخيفا، لا يقبل العون من أحد، يخدم نفسه بنفسه.
عرض عليه المخزن أن يكون مقدم القرية، لكنه رفض. غالبا يقضي وقت فراغه على قمة الجبل يستمتع بمناظر الطبيعة الخلابة. وفي مناسبة عيد الاستقلال عادة ما يرتدي جلبابا صوفيا أبيضا أنيق، وغالبا ما يعلق على صدره وساما علويا رفيعا، ويحضر الحفل في صمت رهيب، ثم ينصرف بهدوء إلى مسكن أجداده. تغطى العجوز أحمد بغطاء أبيض، وكان الظلام يخيم على الغرفة. بعد أن أسدل الليل أسجافه، تصبب العرق من على جبينه وراح في سبات عميق أبدي، وكأنه لم يولد ويعيش في هذه الدنيا الفانية. أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة.